السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة يا ولاد نعمل شوية كباب حلة على السريع، حاجة كده يعني طعامة طعامة إن شاء الله تعجبكم. وصفة جميلة جدا وحلوة وما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص يعني، ويمكنك تضيفي عليها أي خضار انتي بتحبيه. يلا عندي كده حتة لحمة من وش الفخدة، أنا بحب وش الفخدة جدا. يلا نقطعها ونشوف هنعملها ازاي. عندي معلقة زيت ومعلقة سمنة، وحطيت فيهم كده عودين روزماري، وهنزل باللحمة مقطعاها الحتت، قطعيها القطعة الحجم اللي انت حباه. هسيبها مش هعمل عليها اي حاجة خالص، ولا هضيف لها اي شيء الا بعد ما تاخد لون من تحت عشان ما تنزلش مية. هقلبها طبعا النار عالية، وبعد كده هضيف لها ملح وتوابل اللحمة، شوية فلفل اسود، البصل كده هقطعه جوليان. كمية البصل قد كمية اللحمة، يعني عاملة نص بصل عاملة نص لحمة تعملي نص بصل، عاملة كيلو لحمة تعملي كيلو بصل. حابة تضيفي فلفل حبة، أنا مش بحبه على كباب الحلة الفلفل. البصل بيكون كافي. أنا حطيت معلقة بابريكا، وهشيل بقى الروزماري، وهدي اللحمة تقليبة بالتوابل مع بعضها لحد ما أتأكد إن هي خلاص كلها خدت لون حلو. هحط لها معلقة سكر صغيرة كده تديها تسكيرة حلوة أوي أوي وطعم حلو. وهنزل بالبصل وهقلبه في بعضه واسيبه ينزل المية بتاعته. اضيف له زي نص كوبايه ميه كده صغيره، وهغطي. احنا عندنا اللحمه هنا بتاخد سوا شويه، المفروض بنحطها في الضغاطه يعني، فانا هسيبها بقى اوطي عليها، وكل شويه اتابعها وازود ميه، يعني كل ما تحتاج ميه ازود لها بالراحه. هي اخدت مني تقريبا ساعه على البوتاجاز. بعد كده خلصت، وهنغرف بقى مع الرز ابيض، رز حبه وحبه او بشعريه او زي ما تحبيه يعني. وكلي احلى لحمه كباب حله. تحفه 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 جميله جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لنا لايك وشير، وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.